اللعيب اللي اتربى وشاف الطريقه المحترمه المهذبه على حق وما صانش الجميل، خلاص شكرا اطلع، احنا مش هنقتلك ولا نعدمك، مش عايزينك تاني. واللعيب اللي مش فاهم محترم بقى، او حصل مثلا فتره من الفترات مش محترم، بس هو اعتذر بموقف امام، يعني ان هو اعتذر من نفسه لوحده، من قبل ما يكون في زمالك ولا من قبل ما يكون فيها اهلي وكده، كان لسه موجود في نادي الزمالك واعتذر واحترم. الراجل نفسه بنفسه كان بيعتذر بيقول لا انا غلطت الراجل عرف غلطه وعايز يكون احسن، جه للنادي الاحسن. فبكل بساطه الامر بسيط جدا ومفيش اي مشكله. بجد الله يكون في عون الاعلام الاهلاوي اللي بيقعد يتفرج على الشخص ده عشان ينقل لنا هو بيقول ايه او بيكذب بيقول ايه. انا نفسي افهم، في ناس مصدقاه، عباره عن كذاب وافاق فعلا للي بيصدقوا، كلام كله في الكذب. الرعايه بقت تجيب فلوس، لما احنا عندنا رعايه بيبقى فلوسنا دي من الرعايه، لا اصلك وغلط يعني انت هتجيبهم كده يقول لك كده، وفي الاخر يقول لك الكباري ومش الكباري. طب ما انت رحت جبت 17